كيف نعد الأجواء لرمضان؟ نعد الأجواء لرمضان مثلا أولا بالتوبة إلى الله عز وجل. هذه هي اللي ما نتنازلش معاكم عليها، وفين ما درنا تلقاني جالس كندندن عليها. وطيبتينا بو ياسين بهذيك القضيه ديال التوبه، نطيبك ونزيد نطيبك ونغليك انا كاع ونبخرك كاع الا بغيتي، ونبقاو نعاودوا. هذا هو كلامنا، حيت سيدي ربي ان الله قال ان الله يحب التوابين ماشي التائبين. التائب كيتوب مره، التواب يتوب كل مره، وهذه خدمتنا حنا. ما عندنا خدمه، وظيفه عمرنا ان نتوب الى الله. نتوب اليوم ونتوب غدا ونتوب بعد غدا ونتوب بعد الغد ليه ونتوب الغد ليه، ونعاود نطيح ونوض ونتوب ونبقى نتوب 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 تيتوب عليا الله عز وجل. الا تاب عليا سيدي ربي قبلني، لا قبلني دخلني للجنه. هو هذا الشيء اللي حنا خدامين عليه. يعني علاش خدامين؟ راه الصالحين كيقول لك والله لو علمت ان الله قبل مني سجده واحده، سجده واحده ما احببت البقاء في دنياكم. شي تجيني الكارانتي، ولكن ما كاينش كيفاش يجيني الكارانتي ان سيدي ربي، الضمان ان سيدي ربي قبل مني يقول لي عبدي السجده الفلانيه ديال اليوم الفلاني قبلتها منك، وهذيك السجده راه قبلتها منك. شي هادي يجيني الضمان من عند سيدي ربي والله ما احببت البقاء في الدنيا. هكذا كان كيقول السلف رحمه الله عليهم. والله يصلح الحال، لكن حنا كازين على الدنيا بيدينا وبسناننا الله يغفر لنا. اش تعرف الريوسنا؟ فما نعرف الريوسنا مقفرينها اشنا نديروا؟ ماشي نقولوا صافي مقفرينا نغطسوا، لا، ما مقفرينا نتوب الى الله باش نصلحوها ونتوب ونرجع. اذا ما نعد به استقبال الشهر ونبدي به فرحنا هو التوبه الى الله سبحانه وتعالى. عارفين بلي المعاصي واخا توصل فيها اللذه فين ما وصلت، اللذه ليست هي السعاده، كاين فرق بيناتهم. اللذه شي حاجه كتستمتع بها بدنيا ديك الساعه، اما السعاده هذا راه فرح في قلبك يدوم معك. تكون في الفقر، تكون في الغنى، تكون في الصحه، تكون في المرض، تكون في وانسان يسال الله العافيه، لكن كيف ما بغى يكون نوع الحاله ديالك، ان اخلفك الله عز وجل سعاده في قلبك والله لا تضاهيها لذات الدنيا، كيف ما بغى يكون نوعها. والله يصلح الحال. من غير التوبه كاين عندنا يعني داكشي اللي قلنا، التوبه ما تنساش يدخل رمضان ونتوب من دابا، ماشي من غدا، من دابا، ماشي من تيسالي الدرس، لا، من دابا. تعقيد العزم على انه تبت الى الله عز وجل، توبه عامه شامله من كل الذنوب والمعاصي. ومن بعد وانت كتفكر كل شويه فين ما تفكر شي ذنب ديال النهار الفلاني تتوب منه، والذنب الفلاني وتتوب منه، والذنب الفلاني وتتوب منه، وهكذا. واضحه ان شاء الله تعالى المساله. النقطه الخامسه أن يعقد الإنسان العزم. نوي ديك النية ماشي ديال وإن شاء الله يجي رمضان وندقادو، لا، تعقد العزم، ديك القضية ديال صافي بركة، صافي. نعقد العزم على أنه من يدخل رمضان أن نغتنم منه على أقصى ما نستطيع، نغتنم من خيرات رمضان على أقصى قدر ممكن. يعني خذ معايا، أعطوك غادي تدخل واحد 30 يوم، غتدخل لواحد القصر وعاطينك الخناشي، داكشي اللي طلبتي ديال الاكياس نمدك به، اكياس فارغه، القدر الذي تطلبه من الاكياس الفارغه نمدك به. وذاك القصر في داخله تضرب لي شويه الطريق، وفي داخل القصر هناك يعني مخزن كبير مملوء بالذهب والزبرجد والمجوهرات والحلي وكل ما تشتهي الأنفس من الأموال. وقال لك ادخل، عندك 30 يوم تملأ ما شئت من الأكياس، كلما طلبت كيسا مددناك به. وعمر، وملي غتساوي لك ملي غتسالي 30 يوم غادي نسدو نعمس وخرج، غترجع للايام العاديه. تولي الا بغيتي مثلا تشري واحد السنسله ديال الذهب خصك تخدم وكذا وتجمع الفلوس باش تمشي تشري هذيك السنسله ديال الذهب. لا، دابا عندك واحد القصر، دخل هز. بالله عليكم كيف يكون عزمكم وانتم تنتظرون عند باب هذا القصر الوقت الذي سيفتح فيه؟ كيف سيكون عزمكم؟ غتقول وتتعال ذاك الوقت، لا راه تلقى راه دابا نقول لك هذه الهضره ما تكملش معايا، لو كانت هذه بصح ما تكملش معايا المباشر، نحلف ما تكملش المباشر، كورانتي ومشيتي وقفتي في هذيك البلاصه.
لكن شنو كاين اللي كيوقع هو اننا تنبداو نضعضعوا نمشيو وما نمشيوش، حتى 30 يوم على شحال بنادم قدو ما يجمع كاع، راه نص نهار تدخل تجمع واحد 4 الخناشي وتعيش بخير وعلى خير. ويبدا العبد في التلكؤ، كتبدا تنقص، ما تمشيش اليوم الاول، ما تمشيش اليوم الثاني، والناس راه دخلات وكتعمر كل نهار، كتعمر كل نهار، تتعمر وتخرج كل نهار، تعمر وتخرج، وانت كتقول خلي اليوم الرابع ان شاء الله تعالى ادركهم، ماشي اشكال. انا عندي يديه كبار كنحفن، كنلبس 45 في يدي، يعني نهزو ونحط داكشي اللي يهزوه الدراري الصغار، نهز انا اكثر منه بالمضاعف الى اخره. ثم ياتي اليوم السادس والسابع، شويه كتبدا تسمع حكا راه بقات يومين، كتدخل تجري، كتقول لا بلاتي واش ندخل ناخذ من هنا، لا وقيل هذا اجد، وكتبغي تختم القران في ديك 3 ايام، وباغي تقوم الليل في ديك 3 ايام، وباغي تدرك ليله 27 هي ليله القدر في ديك 3 ايام، زعما راه قلتي راه انت زعما املتي راه هي ليله 27، وباغي دير وباغي دير وباغي دير. ثم تخرج بركعه او ركعتين، كتخرج هز شي خاتم، ملي كتقلب كتلقى غير شي جالوقه بقات الشيطه تما على دوك الناس اللي دخلوا لاحوها وخداو الذهب ديال بصح. غتقول لي لا راه نقول لك والله هذا الذي يقع لعدد كبير من الناس، فلا أظنك ولا أظنك من الذين يقعون في مثل هذا الفخ في كل سنة. قد أتفهم الذي أسلم حديثا أو الذي دخل حديثا باب التوبة وما عمره ما صلى مسكين من قبل وكذا إلى آخره، الله دابا فتح لي الله عز وجل البصيرة ديالو وغادي يدخل، قد أتفهم، لكن نبقاو نطيحوا في نفس الفخ في كل رمضان. هذه 20 رمضان وانت تتصلي ولله المنة والفضل، و20 رمضان وانت كتصيد نفس التصيدة، 20 رمضان انت نفس الفخ، 20 رمضان انت كطيح بنفس المطب، 20 رمضان وانت فين ما يجي رمضان تقول لا بلاتي راه ان شاء الله هذا رمضان غادي نديرو، عاوتاني نعاود نطيحو عاوتاني من الاول، نعاودو عاوتاني نفس الفيلم من الاول. ما جاتش ما يضحكش عليك الشيطان، ما يضحكش عليك الشيطان قبل رمضان، وملي تدخل تلقى الفريخات ديال الشيطان تا هما جالسين لك في التلفازات يتفرجوا فيك الى اخره، كيتسناو عاوتاني تا هما يمشيو يشقموك. ندوي عليهم ان شاء الله تعالى بسرعه. فقلنا عقد العزم الجازم والصادق على اغتنام رمضان، باش حتى الا قدر الله والاجل ما زايدش حتى ندركوا رمضان، ومتنا في هاد اليومين ولا في هاد 3 ايام اللي جايه، ملي نموت وانا نمشي على ديك النيه ديال انني كنت معول غنغتنم رمضان على اقصى حد. فملي نمشي عند سيدي ربي اش غادي نلقى؟ غنلقى انا سيدي ربي سجلني في الناس اللي كانوا ناويين نيه صادقه وعازمين عزم جازم انهم يستغلوا رمضان. واش قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه صدق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، انما الاعمال بالنيات، زيد سيدي، وانما لكل امرئ ما نوى. انا نويت ان نغتنم رمضان ومت قبل ما يجينا رمضان، نمشي يا سيدي عند سيدي ربي وانا ناوي هذيك النيه، الله سبحانه وتعالى يكتب لي اجر الاعمال كانني قد عملتها.